السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم السينابون رولز، حاجة كده في منتهى الجمال، روعة روعة بجد يا جماعة. جربوه بنفس الطريقة وانتوا ان شاء الله هيعجبكم جدا، احلى من اللي بيشتروه من بره واوفر بكتير جدا. بس تابع معايا الفيديو للاخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نسمي بالله. معايا هنا كوباية مية دافية، الكوباية اللي عاير بيها المية هعاير بيها اللبن، ومعايا كوباية من اللبن الدافي، معلقة ونص من الخميرة، ومعلقة صغيرة من الملح لان احنا في الشتاء، 3 معالق كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخل. لو عايزة تحطي لبن بودرة وتعجني بمية مفيش اي مشكلة. كيسين من الفانيليا عشان عندنا بيض. ندوب كل ده كويس مع بعضيه جدا لغاية ما السكر يدوب معايا، وبعد كده ننزل بحبيتين البيض. يعني البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني لو في التلاجة طلعيه قبليها بساعتين. نقلبه كويس كله كده مع بعضيه. العجينة دي روعة روعة بجد، اوفر بكتير من اللي بتشتروها من بره. اسألوا على القطعة دي من بره شوفوها بكام. نقلب كله كده كويس مع بعضيه، ونجيب بقى معايا هنا الدقيق. معايا كيلو الا ربع من الدقيق، دي عادي متعدد الاستخدامات. وجبت مكان كوباية اللبن جبت نصها مية دافية برضو. نقلب كده الاول الدقيق مع السوائل لغاية ما نتوهه كده في السوائل بتاعتنا، وبعد كده ننزل بالمية شوية شوية بالشكل ده. اعجني بقى. عايزة تاخدي معجنات هشة، في اي معجنات لازم تعجني كويس جدا جدا. كل ما بتعجني وتخدمي العجينة كويس بتاخدي نتيجة روعة بجد. نعجن كويس بالشكل ده، وننزل برضو المية. ولو عايزة تحطي لبن بودرة جميل جدا. كل الحاجات دي بتعزز الطعم بتاع العجينة وتخليه حلو جدا. هنا بقى اهو خدت معايا نص كوباية المية كلها، يبقى حاطين كوبايتين ونص من السوائل، لبن ومية. اهم حاجة في الشتاء يكون دافية علشان تسرع معاكي في التخمير. عجنت كويس جدا اهو. نسيبها بقى ايه، شوفوا لسه العجينة منعكشة ولسه ملزقة في ايدي مش حلوة خالص. سبتها 10 دقايق اهو، نغطيها ونسيبها 10 دقايق وبعد كده نرجع لها تاني. لما بتعجني في العجينة وتسيبيها تريح شوية بتديكي نتيجة حلوة وبتقوي العرق فيها. معايا هنا نص كوباية من الزبدة. الزبدة لو عندك في التلاجة وعايزاها تبقى سايحة حطي الزبدة، يعني وزني الزبدة او عايريها نص كوباية وحطيها في طبق، وحطي طبق جوه طبق تاني فيه مية سخنة او مية دافية، بحيث ان هي ايه هتخليلك الزبدة لينة معاكي وطرية كده وحلوة. شوفي الزبدة معايا دايبة خالص اهي وطرية، ده اللي احنا عايزينه علشان ما تبقاش ساقعة وتخرز معاكي في العجينة. فضلت اعجن فيها لغاية ما العجينة نعمت معايا كده. عجينة روعة بجد، من احلى العجائن اللي انا عجنتها. عجينة وفي نفس الوقت طرية ومش بتلزق في الايد. نغطيها بقى. غطيتها وحطيتها، سخنت فرن البوتاجاز 5 دقايق وطفيته ورحت حط دي على الشبكة. خمرت معايا لغاية ما تخمر معايا. نجيب بقى نعمل الصوص الحلو بتاعنا. كوباية من اللبن او الحليب يكون سخن، نص كوباية من السكر، معلقتين من الحليب البودرة، رشة فانيليا، لو عندك كريم شانتيه حطي. ومعايا هنا علبة جبنة مثلثات، هنعملها بجبنة مثلثات عشان تبقى ايه سعرها مش عالي، يعني سعرها حلو في متناول الجميع. حطيت هنا العلبة كلها. ليه اللبن يكون سخن؟ عشان هنحط الزبدة عشان يسيح الزبدة معاكي وتبقى لينة.
بعد ما خلطناه كويس بينزل معاكي قوامه تقيل بالشكل ده. نحطه في التلاجة لغاية ما نخلص المقادير بتاعتنا باقي العجينة، هيتقل معاكي اكتر. نيجي بقى نعمل الحشوة. معايا كوباية من السكر، معلقتين من الكاكاو، معلقة من القرفة. المقدار ده مظبوط جدا جدا وحلو جدا جدا. نقلب كله ده كويس كده مع بعضيه ونركنه برضو على جنب. عملت برضو صوص شوكولاتة كنت عاملاه معاكم قبل كده، وعملت صوص الكراميل برضو كنت عاملاه معاكم في القناة، فمرضوش اصوره تاني معاكم. جبت بقى العجينة، طلعت الهواء اللي فيها كله، فشيت الخمر اللي فيها وقسمتها نصين بالشكل ده، عشان عندي يعني المكان ضيق فهعملها على القد، فقسمتها نصين. نجيب بقى الرش رشه حلوه كده من الدقيق ونحط العجينه بتاعتنا. انا لقيتها لسه عايزه ترتاح شويه، جيت افرد فيها يعني لقيتها بتمط معايا زي الاستك، فرحت سايباها وغطيتها 5 دقايق كده ريحت، ورحت فرشاها مستطيله بالشكل ده. ومعايا هنا حوالي ربع كوبايه من الزبده، سيحتها وفردتها على العجينه كلها، وسبت اخر سنتي من هناك كده، ده اللي هلزق بيه السينابون، هلزقه في اخر العجينه عشان لو حطيت عليه سمنه او زبده مش هيلزق معاكي. ونفرد بقى الحشوه بالشكل ده، يعني كتري الحشوه كده عشان تبقى باينه فيها وطعمها حلو. فردت على كل حته كده في العجينه. نيجي بقى نبرمها كده، نعملها رول، بس وانتي بتبرمي ما تخليش جواها اي فراغات ولا اي هوا. خديها بيدك كده لقدام، هي هتتبرم لوحديها. ما شاء الله عليها، العجينة لينة وطرية وسهلة جدا. هنا بقى اخر العجينة اهي، علشان تلزق معاكي ما تدهنيش اخر العجينة بالزبدة بالشكل ده. خلصتها كلها، جبت بقى خيط هنا رفيع، ده احسن حاجة تقطعي بيه، ما تقطعيش بالسكينة، السكينة مش هيطلع معاكي حلو خالص. شوفوا ما شاء الله عليه. قست بقى 4 صوابع كده واقطع. انتي براحتك، عايزة تقطعيها صغير عن كده ماشي. نجيب بقى الصينية على طول اللي هتخش الفرن. انا بحب اعمل في الصينية الألمونيا، بتوزع الحرارة كويس. معلش ان الفيديو طويل عليكم شوية، بس عشان فيه شوية تريكات كده، فلازم نسمعها وناخد بالنا منها. هنا هرص الكمية هنا اهي اللي عملتها. بصي دوسي عليها بالراحة، بس ضغطة بسيطة خالص كده على العجينة. هنا بعد ما خلصت الكمية معايا، حطيتها بقى خمرت معايا وبقت معايا بالشكل ده. ما شاء الله عليها، حجمها بيتضاعف وبتزيد كده. هنا دخلتها الفرن على درجة حرارة عالية. شوفوا اي معجنات بتبقى طالعة من الفرن بتبقى طالعة ناشفة، دي ما شاء الله عليها طالعة طرية جدا، ولا ريحتها بقى خطيرة خطيرة بجد يا جماعة، لازم تجربوها. والتسوية بتاعتها ممتازة. حطيتها على الرف الوسطاني في الفرن على درجة حرارة عالية، ما خدتش معايا 12 دقيقة في الفرن. روعة روعة بجد. شوفوا طريقة قد ايه، هتعجبكم جدا ان شاء الله. عملت الصينية دي وعملت صينية تاني هوريها لكم دلوقتي. هنا دي برضو الصينية اهي، هو بيبقى ملزق في بعضيه بالشكل ده. شوفوا شكلها خطير جدا. نيجي بقى نسقيها الصوص بتاعنا وهي سخنة، فهتحسوا ان الصوص خفيف. لو عايزاه تقيل زودي اللبن البودرة. هنا بقى الكريم كراميل اللي انا عاملاه، نزوقه بالشكل ده. وعامله صوص الشوكولاته، عملت واحده بصوص الشوكولاته وواحده بالكريم كراميل. والصوص برضو بتحطيه جنبيكي كده، اللي عايز يزود، بس لازم الصوص ينزل عليها وهي سخنه كده علشان تشربها. طعمها بجد روعه. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، ويا رب الفيديو